السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول، وتعالوا نشوف مع بعض هنعمل ايه. حاجة ان شاء الله هتعجبكم جدا، وبإذن الله لو جربتوها بإذن الله ان شاء الله هتعملوها على طول. ابني كانت قاعدة وقال لي يا ماما انا عايزة اكل اي حاجة حلوة. بفتح الفريزر، انا البلح ده بجيبه بخزنه في الفريزر. بصوا بقى، ده البلح الاسمر المستوي، مش الاصفر المستوي، اللي هو الاسمر. بجيبه وبحطه في المية. اول ما بتحطيه في المية بيبقى سهل جدا في التقشير. بجيبه بقى بقشره وبشيل منه البذرة بتاعته، وبعد كده بقسم البلحية نصين. مبدئيا بقى جاتني فكرة بقى كده، ودي حاجة جديدة، قلت بقى اعمله بالبشاميل، وهعمل صينية معاكم بالكريم كراميل. هنا بقى بعد ما جبت البلح وغسلته وشلت القشرة بتاعته وشلت البذرة بتاعته وقطعته نصين، بقطع البلحية نصين زي ما وريتكم في اول الفيديو. بنسمي الله بقى، وبجيب الصينية وبحط بقى معلقة سمنة بلدي بقى كده حلوة، وافرشها في قعر الصينية. وبجيب رشة قرفة، اللي حابب قرفة بيحطها، اللي من الناس اللي ما بتحبهاش ممكن تلغي القرفة. بصوا بقى، طريقة سهلة جدا وبسيطة وحلوة قوي، وحاجة حلوة كده في الشتاء والسقعة اللي احنا فيها دي. بجد في قلب البرد ده ساعات الواحد بيبقى محتاج ياكل اي حاجة حلوة كده وانت قاعدة. بصوا بقى، بجيب بقى معلقة السمنة البلدي، بحطها في قعر الصينية، في أرضية الصينية، وبحط على القرفة وبرص البلح زي ما انتم ما شايفينه بقى كده. دي أول صينية معايا. تاني حاجة البايركس دوت، برضو أنا نفس القصة. برضو حطيت معلقة زبدة بلدي ورصيت وحبة قرفة. أنا بحب القرفة في الحلويات. وبعد كده رحت حاطة البلح رصاه. هاجي بقى على النار، معايا حلة وفيها حوالي 3 كوبايات من الحليب، وكوبايتين ومعلقتين او 3 معالق من الكاستر. وهظبط بقى السكر بتاعي حسب انت ما بتحبي، وهقلب كله على البارد قوي كده. ده كده اللبن مش سخن على فكرة، ده كان لسه الحلة حطها على النار وما كانش لسه سخن. نزلت بقى بكيس فانيليا عليها. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول ونقول لا اله الا الله. هنا بقى كان معايا معلقة من القشطة، حطيتها برضو بتعزز الطعم وبتخليها حلوة جدا. وهقلب بقى، انا عايزة قوام كريمي كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. بصوا بقى، نسمي الله وهنزل عليها. بس كان طعمها تحفة بجد، جربوها. دي بقى البايركس ديت اللي فيها البلح بالكاستر. هنعمل بقى دلوقتي برضو التانية اللي هي بالبشاميل، وان شاء الله دي حاجة جديدة وطعمها حلو قوي هيعجبكم. بصوا بقى، هنسوي بقى كده الكاستر على وش البايركس، وهنزل بقى بمعلقة قشطة كده على الوش. دي بقى بتحمر الوش كده وبتخليها حلوة. وبتحطيه بقى، بصي تاكليه بقى دافي كده طعمه تحفة، وعايزة تاكليه ساقع بتحطيه في التلاجة برضو طعمه تحفة. دي من الحاجات الحلوة اللي انا بحبها جدا. علشان كده اول ما البلح ما بيطلع انا بخزنه كده في الفريزر. عيالي بصراحة متعودين عليه وبيحبوا جدا. هنا بقى حلة تانية فيها حوالي معلقتين من الزبدة، وهنزل بحوالي 3 معالق من الدقيق، وهقلب كويس حوالي 3-4 دقايق كده. هقلب الدقيق في قلب السمنة. ندعي بقى لاخواتنا في غزة والسودان، وربنا ينصرهم يا رب نصرا عظيما ان شاء الله بإذن الله، ويزيح الغمة عن الأمة يا رب، وربنا يجعلها سنة سعيدة علينا كلنا، ويا رب ما حد يشوف أي حاجة وحشة في أي حد. بصوا بقى، هنا بقى ايه، أنا ضربت بقى المعلقتين زبدة وعليهم 3 معالق دقيق، ونزلت بحوالي نص كيلو من الحليب. هحط بقى حوالي 3 معالق من السكر، وهقلبه برضو. دي بقى البشاميل. ماشي، البشاميل بقى طبعا هنا بدل الملح احنا بنحط سكر. طبعا البلح مسكر فمش بحب احط سكر قوي. نزلت بكيس فانيليا، وهنزل برضو عليهم كده بالمضرب وهقلبهم كويس. وبرضو عايزة القوام
كريمي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ما يبقاش البشاميل من اللي هو التقيل ده تخين كده، لا انا مش بحب كده، عايزاه قوام كريمي، لا خفيف ولا تقيل. وحطيت سنة قرفة في قلب اللبن، بيديله طعم حلو قوي قوي قوي. بصوا بقى، وكنت حاطه معلقه كريم شانتيه بس مش عارفه ما جاتش في المقطع. هفردها بقى في قلب الصينيه بقى كده، وبرضو هنزل على الوش زي ما انتم شايفين. هنسويها بقى كويس. يا رب بقى الطريقه تعجبكم، ما تنسونيش لاختكم بقى لايك وشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد من قناتي ان شاء الله باذن الله. هنزل بقى برضو على الوش كده بمعلقه قشطه، بتعزز الطعم يعني بتخلي الوش احمر كده وحلو قوي. وهدخلها بقى الفرن. شفتوا بقى اسهل واسرع، يعني البلح ده لما تخزنوه في الفريزر حلو جدا. اي حد يقولك عايزه اكل اي حاجه، تطلعي الكيس على طول تعمليه، ما بياخدش ثواني في المطبخ وانتي واقفه اهو. نصلي بقى على الرسول ونوحد الله ونقول لا اله الا الله حبيبي يا رسول الله. هدخلها بقى الفرن وهطلعهم بقى دلوقتي في ثانيه، هتلاقوهم على الرخامه. بصوا في ثانيه كانوا على الرخامه. دي بقى اللي بالبشاميل كانت طالعه بجد بجد ملهاش حل، واللي هي بالكاستر كانت تحفه. يا رب بقى طريقتي تعجبكم، وان شاء الله الوصفه اللي انا نزلتها تعجبكم. امشوا على نفس الخطوات والتريكات وان شاء الله باذن الله تعجبكم. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش اختكم باللايك والشير.